تعرف مين هو أول مسحراتي في التاريخ؟ الحكاية بتبدأ عند بلال بن رباح، واللي كان بيقوم المسلمين بالليل كل يوم على صوت الأذان علشان يتسحروا. بعد كده الحكام العرب في عصر الدولة العباسية ابتدوا يستبدلوا الموضوع ده بفكر دق الطبول، وأول واحد كان بيمشي دق الطبول بالليل علشان يصحي المسلمين يتسحروا هو عنترة ابن إسحاق. والمصريين زي عاداتهم حولوا الفكرة لعادة رمضانية جميلة، وكان أول مسحراتي كان بيمشي في شوارع القاهرة كان في زمن الحاكم بأمر الله. وفضلت الفكرة تتطور لحد ما بقى عندنا شخصيات زي عم فؤاد اللي كان بياخد دور المسحراتي في التلفزيون المصري. الغريب إن رغم التطور ورغم إن عندنا منبهات وموبايلات، لسه صوت المسحراتي واحد من أجمل الأصوات اللي بتصحينا على السحور واللي بتفكرنا بروح رمضان. كل سنة وانتم طيبين.